بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل أعمال نجيب محفوظ رواية اسمها ليالي ألف ليلة وليلة. طبعا الناس متخيلين إن هو بيتكلم عن ألف ليلة وليلة أو يعني حاجة في هذا السياق. هي فعلا يعني بتتناول موضوع ألف ليلة وليلة، لكن دي رواية نجيب محفوظ يعني فيها أبعاد تانية الراجل عايز يتناولها. يتناول يعني الرواية بأبعاد تانية. هو نجيب محفوظ عموما بيعمل إيه؟ نجيب محفوظ ده انا بسميه اول اديب مصري او اول مفكر مصري، مش عربي، مش اسلامي، مش فرعوني، مش مصري. هو بيجيب اعمال عالميه، اعمال اسلاميه، اعمال تراثيه، وبيتخيل ان دي بتحصل في الحاره المصريه، لان هو اسير لفكره الحاره. والحاره دي فكره مصريه على فكره، مش فكره يهود. الجيتو ده دي فكره مصريه، يعني اليهود خدوا الجيتو ده من مصر، لان اليهود دول مصريين. وده اللي قاله كده المؤرخ المصري مينيتون، مؤرخ فرعوني اسمه مينيتون. لما سئل ايه مين هم اليهود دول، هو طبعا ما شافهمش، لكن هو عنده في السجلات في المعابد. لان الملك بطليموس طلب منه لما شاف الاهرام وشاف الحاجات دي، قال له احنا عايزين واحد يكون عارف تاريخ الحاجات دي، يكتب لنا تاريخ فرعوني، تاريخ الفراعنه دول ايه. فما لقاش غير كاهن قديم قوي اسمه مينيتون، حكيم قوي، فقال له اكتب لنا تاريخ فرعون. فمينيتون طبعا قعد يقلب بقى في المعابد وفي السجلات لحد ما كتب تاريخ مصر. طبعا في اجزاء كتير منه ضاعت يعني، ولكن هو مينيتون هو الاساس في كل علم المصريات. في موضوع اليهود قال دول مصريين، ولكن تم طردهم لانهم اصيبوا بامراض معديه، ف زي الجرب والقراع والكلام من ده. فالفرعون خاف ان هم يعدوا كل الشعب، فطردهم بره مصر. دي وجهه نظر مينيتون في الحكايه. هي طبعا دي فيها مبالغه شويه، حكايه انهم اصيبوا بمرض دي، لكن انا اعتقد ان هم مصريين، لان اللي خرجوا مع موسى وفقا للتقديرات مليون. طيب المليون دول مليون مصري، يعني مش قاعدين في مصر، مليون مصري. هم ليهم ديانه مختلفه، بس ايه الله. طب ما مصر فيها اقباط وفيها مسلمين وفيها شيعه وفيها مش عارف ايه وفيها عادي دين. مصريين ليهم دين مختلف، لكن هم مصريين. واحد يقول لي ايه، طب ما دول اللي جم مع سيدنا يوسف. يوسف قبل موسى ب 600 سنه، وجم مصر. يوسف جه هو وقومه، قابلته جم كام واحد يعني؟ 100 200 300، هيبقوا مليون بعد 600 سنه؟ مش معقول. اكيد في مصريين كتير جدا امنوا برساله موسى وانضموا لقومه، بقوا من قوم موسى. فهم مصريين، فاليهود مصريين، فخدوا من مصر فكره الجيتو، الحاره. فلذلك لما بيروحوا في اي بلد في العالم بيبقوا عاملين حاره كده ضيقه ويعيشوا فيها، لان هم واخدين على الفكره المصريه فكره الحاره. احنا كمصريين بنحب نعيش دايما في الحاره. روح شوف شارع المعز لدين الله الفاطمي هتلاقيه حاره، شارع كورنيش النيل حاره، اي شارع في مصر هو حاره. احنا عايشين في الحاره، ونجيب محفوظ هو اديب الحاره المصريه، يعني ممكن نقول عليه اديب الحاره المصريه نجيب محفوظ. فهو جاب مثلا قصص الانبياء وحطها في الحاره المصريه وسماها اولاد حارتنا. جاب تاريخ الخلفاء للسيوطي وحطها في الحاره المصريه وسماها ايه، ملحمه الحرافيش. جاب الف ليله وليله وحطها في الحاره المصريه وسماها ليالي الف ليله وليله. فهو نجيب محفوظ راجل بيجيب الحاجه الكبيره، الواسعه الكبيره، وبيأيفها وبينزلها جوه الحاره المصريه، فبتبقى عمل مصري مبدع يحمل الطباع المصري. هو طبعا ليالي الف ليله وليله دي ما اتعملتش، لاحظوا، ما اتعملت مسلسل ولا اتعملت فيلم. طب ليه؟ لان نجيب محفوظ بيتكلم فيها في السياسه، وبيطرح حل واحد لمحاربه الطغيان السياسي. هو ايه؟ الاغتيال. هو القصه كده، انا مالي. هو بيخلي الاغتيال هو الوسيله الوحيده، اغتيال الحكام. فطبعا مش ممكن يبقى في فيلم بيتكلم عن اغتيال الحكام كحاجه كويسه يعني. ولو ان كان في مثلا في بيتنا رجل، ده فيلم في كل اللي اتفرجنا عليه مليون مره. يعني هو في بيتنا رجل ده، الراجل ده عمل ايه؟ قتل رئيس الوزراء. طب بتحتفلوا بواحد قتل؟ هي بقى ساعتها بقى كان يعني ايه، العهد الناصري كان يتميز بالسذاجه يعني، بالعبط كده. الناس كان عندهم عبط كده، الشعب المصري كان عنده عبط عادي. شعوب، طب ما الشعب الالماني في وقت هتلر كان عنده عبط عادي جدا. في شعوب كده بيجي لها عبط.
آه، الشعب الصيني ايام ماو ستونج كان بيجي له عبط كده. في شعوب بيجي لها عبط كده عادي. فالمصريين كان عندهم عبط كده ايام عبد الناصر. لان هو مثلا فيلم في 200 رجل ده كان المفروض يقولوا طب يعني هو يعني انت موافق يا عبد الناصر على ان ابراهيم عبد الهادي ده يقتل رئيس الوزراء؟ يعني انا لو مش عاجبني رئيس الوزراء بتاعك علي صبري اروح اقتله مثلا؟ طبعا دلوقتي بطلوا يزعقوا لانهم فهموا يعني فهموا ان هو الفيلم فيه رسالته خطيره جدا، ان الاغتيال السياسي ده حاجه عاديه، مع ان طبعا ده حاجه مش كويسه. الاغتيال اغتيال، ما هو لو احنا اباحنا الاغتيال، مش دايما اللي هيتم اغتياله هو انسان شرير، لا، كل واحد بقى ما بيحبش واحد هيغتاله، طبعا هتبقى فوضى. يعني الارهاب والاغتيال والحاجات دي مش حاجات كويسه. المهم نجيب محفوظ بيتبنى في العمل ده، وده شيء غريب جدا ومحدش ناقشه فيه، انا ما اعرفش ليه. بيتبنى ان الحل هو الاغتيال. عشان كده في العمل ده بالذات ما اتعملش اي مسلسل او فيلم او مع انه جذاب جدا. ده عمل ده ممكن يبقى عمل خرافي. انا اقترح ان هم يشيلوا بس حته الاغتيال دي ويتعمل فيلم او مسلسل، هيبقى رهيب رهيب يعني. لان هي قصه سينمائيه، هي بطبيعتها قصه سينمائيه كلها مناظر وكلها حاجات جميله جدا. اتمنى تعمل مسلسل بس يحذفوا منها موضوع الاغتيالات ده. هو طبعا العمل اللي هو ليالي الف ليله دوت يعني، انا ما اقدرش اقول لك ما تقراه، لازم تقراه يعني. مهما اشرحه لك مهما اشرحه مش هيطلع زي العمل نفسه. هو المهم ان هو بيعمل محاور رئيسيه، شخصيات رئيسيه في العمل. هو اول حاجه بس مهمه جدا دي عبقريه نجيب محفوظ، ان هو بيجاوب لنا على سؤال في الف ليله الاصليه. شهرزاد كانت بتحكي لشهريار كل يوم قصه، او بتاخد عده ايام، يعني هي الف ليله وليله بتحكي له قصص، يعني حكت مئات القصص. جابتها منين؟ هي المفروض شاب عندها 17 سنه 18 سنه، ده سن اللي هو فتاه غير متزوجه. 16 17 18 كده بالكتير قوي، مفيش في العصور دي واحده بتزيد عن كده. ايه جابت القصص دي منين؟ الف ليله وليله ما قالتلناش جابتها منين. لكن في اللي هنا نجيب محفوظ بيجاوب على السؤال ده، ان في رجل شيخ اسمه عبد الله البلخي اللي هو صاحب الكتاب. هو اولا الاحداث كلها بتجري في مدينه، في حي حتى مش مدينه. الحي ده فيه شخصيات رئيسيه. اول شخصيه اللي هو الشيخ عبد الله البلخيس، ده شيخ الكتاب. هو اللي كان بيقول لشهرزاد على الحكايات عشان تعطل القتل والحكايات دي تعمل تنوير معرفي لشهريار وتعالج شخصيته بالقصص. فهو فعلا اتعالج بعديها بالقصص وبطل يقتل البنات. في المعلم سحلول اللي هو مندوب عزرائيل في الحي. في العفريت صخربوط وزوجته العفريته زرنباحه، دول رمز للشر المطلق. في عفريت قمقام وعفريت سنجام، دول عفاريت مؤمنه مع الخير. وفي الطبيب عبد القادر المهيني، ده رمز العلم. وفي شهريار طبعا الملك، وفي الوزير بتاعه دندان. نيجي بقى للمحور بقى الرئيسي في القصه اللي هو البطل اللي هو جمصة البلطي. جمصة البلطي ده بيبدا كرئيس للشرطه، ولكن نجيب محفوظ بيحطه في اختبارات وبيحطه في اهوال، شخصيته بتتحول وبيوصل في الاخر الى الخضر، لكنه هو سيدنا الخضر يعني. بيبقى رجل خير مطلق يعني بيهيم على وجهه كده، بيسموه عبد الله المجنون، وبيقتل الاشرار وبيتعقبهم. طبعا ده تحول رهيب يعني. يعني هو الاول بيقول عنه في الاول لما كان رئيس الشرطه، قال ايه؟ لقد استوعبته السلطه فخلقته خلقا جديدا، فتناسى الكلمات الطيبه التي تلقاها على يد الشيخ في عهد البراءه. فطبعا هو بيظهر له عفريت مؤمن وبيقعد يناقش معاه، وانت مهنتك مش المهم يعني. طبعا ده لازم تقرا الروايه يعني. بتوصل في الاخر ان جمصة البولت ده بيتحول الى مع منظومه الخير، مع عبد الشيخ عبد الله البلخي وعبد الله المجنون والعفريت قمقام وسنجام، دول اللي بيحاربوا الشر في الروايه. ولكن في خلال الروايه في ابطال كتير وفي احداث كتير، لكن بيتنا بتوصل لنتيجه ان الاغتيال هو الحل الوحيد لمقاومه الفساد والطغيان. طبعا دي حاجه راي رهيب جدا ان يطلع بالذات من نجيب محفوظ. انا ما اعرفش، كان نفسي لو هو عايش كنت اروح له اساله، يعني انت بنيت رايك ده الغريب ده يعني مش عارف يعني، هل ده هو الحل الوحيد عندك ان الاغتيال؟ طب يعني انتوا بتلوموا بقى ليه الارهابيين؟ يعني انتوا بتلوموا الارهابيين ليه؟ اذا كان اهو انت كنجيب محفوظ حاطط اصلاح شهريار واصلاح مجتمع الفساد ومجتمع الطغيان لا يتم الا من خلال اغتيال الطغاة واغتيال رؤساء الحي واغتيال الحكام الظالمين. هو ده الحل الوحيد اللي عند نجيب محفوظ في ليالي الف ليله
وليله، وهي عمل جميل جدا.